احكي لي مين اغرب عميل قابلته؟ والله هو في عملاء كتير يعني كده، بس طبعا انا العميل الغريب ابقى انا ما شطبتلوش خلاص يعني. اكيد. بس في من العملاء يعني في حد شطب معايا قبل كده، وبعدين جاي بيشطب تاني، فهو قاعد يحكي لي ان هو اخوه مسافر و... وهو بيشطب لاخوه، وبعدين مرات اخوه بتكلمنا، وبعدين بس بتتواصل معاه هو عن طريقه، وبعدين بتختار ويقول لي مش موافقه لحد ما وصلنا في الاخر ان احنا عرفنا ان دي مراته التانية. بجد والله. ده انا شطبت له. يا لهوي. بس سره كبير يعني ما. لا سيره فير على الهوا خلاص تمام، ما تقلقش ما تقلقش. بس طيب طب احكي لنا بقى، انت في قصه غريبه كده كنت سمعتها منك قبل كده عن العميل الصيني اللي شطبت له معرض السيارات ده. انا مش عارف ازاي ممكن صيني يتواصل مع حد في مصر يشطب معاه، والحد ده يكون انا. فاتواصلوا معانا ناس مصريين عادي خالص، مهندسين كمان، ورشحونا ليه، ورحنا في المعاينه بنتكلم. طبعا احنا رايحين جروب من الشركه وهم جروب، فطبعا هو واقف وهم بداوا يعرفوني عليه، لان انا كنتش عارف ان هو مستثمر صيني، وشكله طبعا صيني تماما يعني. وبدا يتكلم بقى ويحكي هيعمل، هم بقى بداوا يتكلموا ويحكوا هيعملوا ايه وكده. خدت منهم الانبوت كله، وبدات اقول لهم هنعمل ايه، وبدات اشرح المكان هيحصل فيه ايه. تمام. بعد ما خلصت طبعا انا مش مدي اخوانا، هو الراجل واقف المفروض هيشرحوا له بعد ما انا اخلص يعني. فبعدين لقيته بيقول لي الراجل ده 100% هيبقى صيني لوحده. بجد والله. والله ده تمام، وقعد يتكلم مصري. انا طبعا عمال اتكلم واقول لهم يا جماعه بفهموه طبعا، هو ما انت اعرفش بتتكلم مع المترجم عشان يشرح انا له. مش عارف بقى هو هيفهموه ازاي ولا هيشرحوا له ازاي. في النهايه اخر الموضوع لقيته بيتكلم مصري، لقيته بيرمي افيهات مصري، بيتكلم مصري مش بيتكلم عربي، يعني مش لغه عربيه. ده عايش هنا بقاله كتير، هو عايش بقاله 9 سنين وعامل معرض سيارات بالكهرباء، ولسه ان شاء الله هنعمل له فرع تاني. فشيك جدا، محترم جدا، اخلاق جدا، ونازل يستثمر في مصر ومبسوط جدا. فطبعا النوع ده من الاستثمارات مفيد جدا جدا للبلد، وهو كشخص كمان يعني امين جدا. فبصراحه ده كان من عملاء برضو القليلين، او العملاء الغراب بقى فعلا، لان انا ما كنتش اول مره اتعامل مع حد صيني في حياتي وبيتكلم عربي، فانا فاهمه تماما يعني. لا ده انت على فكره اصلا في الموضوع ده كمان انت يعني تعتبر بتمثل المصريين قدامه بالظبط، لان هو جاي يتعامل مع مهندس، فانت بتمثل فئه المهندسين بالظبط. قدامه. اليوم حتى اللي كنا نروح نصور فيه لازم يبقى لابس كويس، بيتكلم كويس، عشان هو بيمثل الصين وبيقول لي كده. يعني هو كان مهتم قوي بمظهره حتى في الفيديوهات اللي احنا صورناها، لان هو برضو دي حاجه كانت يعني مهمه، ان احنا عندنا السوشيال ميديا، فهو عاوز يعمل ماركتنج، فعملنا له تشطيب وماركتنج الاثنين مع بعض يعني، فاستفاد، فكان حاجه كويسه يعني. أيوة. بس صراحه كان عميل مميز جدا يعني بصراحه. لا هي اهم حاجه طبعا في مهندس التشطيبات ان لازم يكون الامانه يعني. طبعا. طيب في لما يكون العميل من الناس اللي بتحب الاضاءه الطبيعيه، كنت حكيت لي على حد عملت له سكاي لايت، الفكره دي عجبتني جدا، ممكن برضو نحكي هي تحفه. هو كان في اكستنشن للمكان، وكان بيتعمل خرسانات واتعمل بالفعل، وكان في يعني شبه مشكله انشائيه. المهم في الاخر قلنا ان السكاي لايت دي هتبقى حاجه زي لايت سيستم كده، ما تبقاش بتدوس قوي على السقف وكده، وبعدين هتدخل له اضاءه طبيعيه. فهو طبعا لما نيجي ننفذها في مشكله، لان هي غاليه جدا والاستراكشر بتاعها غالي جدا. فبدانا نعمل استراكشر كده بديل للسكاي لايت اللي بتتعمل في كذا بلد بره مصر حتى وجوه مصر. والاضاءه بعد ما خلصت هو الراجل يعني مبسوط جدا، واحنا مبسوطين جدا، وصورنا تركيبها. فان احنا نعمل شباك في السقف، يعني هو يعتبر شباك ولكن بيدخل اضاءه بس، فبيدخل اضاءه طبيعيه، الاتموسفير في المكان مذهل. مذهل طبعا. لازم يكون الدور اللي فوق تبعه يعني عشان فهو الدور اللي فوق تبعه برضو، فهو استغنى عن الحته دي، وبدانا نفتحها في السقف، واتصبت اصلا مفتوحه، ومعمول لها طبعا اناليسيس وكل حاجه. وانا كان في فيديوهات حتى هنشوفها، هي دي لسه ما خلصتش، هي دي اندر كونستراكشن، بس خلاص هو ركبت والمطره مطرت، ما فيش ميه بتنزل، واختبرناها وكل حاجه. تخيل بقى انت بتبص كده في السماء، الشمس داخله ومطره وكل حاجه، وانت قاعد بتتفرج على السماء الصافيه طول ما انت قاعد في الريسبشن. فطبعا من احلى الحاجات اللي نفسي تنتشر يعني ثقافه السكاي لايت دي تنتشر في مصر. خطيره، بتاثر في النفسيه وبتدي وسع للمكان. المكان اول ما هي اتفتحت واتركبت المكان وسع بشكل مش طبيعي، والمكان بقى الاتموسفير بتاعه والفايبس بوزيتيف جدا. فدي حاجه رهيبه بجد يعني. حسبته بقى يعني، اصل انا عارف برضو الازاز بتاع السكاي لايت يعتبر حمل برضو على السقف. احنا حسبنا الاول، هو اخف من الكونكريت اكيد، بس صح. حسبنا السبيسنج اللي ما بين الازاز والازاز،
وبدانا نزود دعامات، واصلا هو ستراكشر الومنيوم قوي جدا والدبث بتاعه كبير، وهو الومنيوم فخفيف عن الحديد شويه. فلما اتعمل بقى واتحط الازاز، طبعا الازاز 3 لايرز، فطبعا عشان ما ينزلش لا ميه، وعشان الشمس كمان ما تخشش بشراسه، لان برضو الشمس انت مش هينفع تبقى في الشارع. صح. فبرضو من اكتر الاماكن المعرضه لاشعه الشمس. بالظبط. فطبعا اشعه الشمس بتتكسر شويه، فالدنيا بتبقى اهدى يعني. فكل حاجه لا اتحسبت الحمد لله، واتعمل لها اناليسز ونفذنا الحمد لله. وطبعا من الحاجات المهمه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها من شويه، طريقه الفرش وتوزيع الفرش. يعني انت اكيد برضو لما تعمل فتحه في السقف صح لازم تعمل حسابك برضو ان هي ما تجيش في نص كنبه، ما تجيش في معماري يا جماعه. يعني تيجي مثلا تحتها ترابيزه او صح حاجه. صح. احنا حاطين في الحته دي زي هول، ومحطوط تحتيها شجره طبيعيه، يعني في حاجات بقى هتتعمل في الانتيريور بحيث ان دي الفرش هيكون حواليها. فهنفرش حاجه كده سنترلايزد، وهنفرش حواليها الفرش كله، وحتى مفيش تي في في الحته دي، التي في في الليفنج. فاحنا مرتبين فعلا مظبوط يعني. هي فعلا بتغير الديكور والفرش جوه بشكل غريب جدا يعني. طبعا. لا انت طبعا يا باشمهندس بتحب تعمل دايما الحاجات الغريبه والجديده، زي برضو الشقه اللي كنت حكيت لي عليها، عملت الكيرفز ازاي بالمحاره، كانت جميله. انا شخصيا استفدت جدا من الفيديو الله ده. يخليك. طب احكي لي بقى ايه المكتب الغريب اللي انا كنت شفته قبل كده، كنت عامل مكتب غريب كده. انا لسه انا بقى يعني انا وريته لك ما بيننا، بس انا لسه ما نزلتوش يعني، هو ممكن هيتعرض. ده مكتبي بجد والله. ايوه. هو لسه هينزل له فيديوهات وحاجات كده، بس هو المكتب ده اتعمل له ستراكشر. انا عاوز اعمل مكتب غريب. دي شريحه دلوقتي اهو بنشوف. دي شريحه من الحديد خلاص ملفوفه. هي شريحه كانت طويله، لفيناها لفه بحيث ان الجزء الشمال والجزء اليمين يبقوا الاثنين محققين نفس الويت. وبدانا نزود الويت في الجزء كمان اللي هو فيه كيرف ده، بحيث ان هي تبقى ستيبل من غير ما نحط لها ركيزه ثانيه. وزن الشريحه دي كانه طاير، ده في حد واقف عليه كمان. في حد واقف عليه. ما احنا يعني صورنا عشان ده لسه ممكن حد واثنين وثلاثه كمان. الحاجه دي اتعملت في اسبانيا قبل كده او ايطاليا، مش فاكر حد عملها. وانا جيت بقى قلت ما انا عاوز اعملها الصراحه. فهي ما كانتش معموله مكتب، ولكن انا قلت هعملها مكتب بقى، وعملتها بابعاد تناسب المكتب. على فكره ده حجمها كبير جدا يعني، طوله 2 متر وشويه. فدي شريحه 510 كيلو ومحطوطه من غير اي حاجه يعني. انا رافعها على رخام عشان تبقى متاكد ان هي مش متثبته في الارض. وطبعا دهناها، وطبعا حوالي 12 13 راجل دخلوها، واوناش بقى عشان تحملها على العربيات. فالموضوع يعني لا بس شكلها اصلا يعني متهيألي اي حد هيخش المكتب يعني هيتفاجئ. ما هو مطلوب يتعمل مكتب غريب يعني. طبعا. عشان طبعا هو جاي يشطب عندنا، فلازم يلاقي حاجه غريبه. لازم يشوف حاجه غريبه. قعدت ادور على مكاتب، لقيت مكاتب كلها شبه بعضها، فقلت لا لازم اعمل حاجه يونيك يعني. والحاجه دي بجد احنا عملنا لها كذا تراي يعني، ممكن مثلا 10 مثلا، بجد مش ببالغ. ورحت لها 4 ايام، وحديد كتير اترمى وباظ عشان اوصل للقصه دي. واتعمل لها اناليسز على سوليد وورك، ونفذناه وباظ بعديها. بعد كده قعدنا بقى نعمل ترايند ايرور لحد ما ظبطت. فالموضوع كان مرهق وصعب جدا، بس اتعمل الحمد لله. لا ما شاء الله عليك يا باشمهندس. الله يخليك والله. طيب ايه المكتبه بقى اللي كنت في مكتبه كنت قلت لي برضو عليها عملتها العميل؟ كان في محمد علاء طبعا يعني، هو بلوجر برضو معروف. كان عاوز يعمل مكتب بسيت اب ان هو يصور فيه الكونتنت. فطبعا في اماكن كتير في المكان مش مناسبه ان هو يبقى بيصور، وفي مثلا كافي كورنر فيها بقى يوتيليتيز كتيره بقى وحاجات وبتاع وكده. فعملنا حيطه كده خلاص. الحيطه دي فيها مكتبتين، مكتبه وراها كافي كورنر دي اللي احنا هنعرضها، ومكتبه تانية وراها تويلت كامل. فعشان التويلت ده ما حدش يشوفه، فما حدش يعرف ان ده تويلت، فما حدش يستخدمه اصلا. والناحيه التانية عشان لو حد جاله ضيف هو يبدا يفتح المكتبه دي. والصعوبه فيها ان هي بتتفتح وبتلوك، عشان لو اتفتحت وبقت لوس كده هتخبط الشخص اللي بيستخدم جوه. المفروض تتفتح وتلوك عشان الشخص يقف قدامها ويستخدم، يعمل بقى في مكان اسبريسو وفي حاجات جوه. فاي ماشين جوه يقدر يحطها براحته خالص. طبعا المكان جوه مش منظم براحته. عشان كده عملنا بقى القصه بتاعت المكتبه دي، وعليها حاجات وكتب وحاجات متثبته بمغناطيس. على يعني حاطين حديد ومغناطيس عشان لما يفتح الحاجه ما تقعش. يا سلام على التفاصيل. يا سلام على التفاصيل. فدي كانت من الحاجات اللي كانت صعبه، ما كنتش عارف اعملها ازاي بصراحه. وقعدنا وصلنا بقى لحد وهو قافش انا عاوز كده. ففي الاخر خلاص هو عاوز كده، والحاجه دي بتتعمل في الحقيقه. خلاص يبقى لازم ننفذها يعني. انت دايما دي من الحاجات الصعبه الجميله والجديده يا باشمهندس. ربنا يخليك. تسلم ايدك وشرفتنا النهارده، وشكرا على